السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي للجميع، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم بلالت سبورت مع أخيكم محمد عبد الحميد. انسحاب جديد في بطولة الشان كأس الأمم الإفريقية لمنتخبات المحليين في النسخة القادمة 2025، والتي ستنظم في الفترة من 1 وحتى 28 فبراير شهر 2 من 2025 في كينيا وتنزانيا وأوغندا. الانسحاب يخص منتخب تونس بعد 48 ساعة من انسحاب منتخب ليبيا عن منطقة شمال افريقيا. المغرب يصبح وحيدا ممثلا لشمال القارة في بطولة الشان القادمة، والحقيقة يعني أنا متفاجئ من انسحاب كل من تونس وليبيا، خاصة إن كان ممكن تشارك بمنتخبات الأولمبي، منتخبات ريديف، منتخبات الشباب، خاصة إن هذه الفئة لمنتخبات الشباب لسه تصفيات أفريقيا المنتهية منذ أيام قليلة تأهل مصر والمغرب ناشئين وشباب، وبالتالي هذه الفئة مش مرتبطة بمباريات كان ممكن تعطيها التجربة عشان تطلع ليك أجيال أو تستفاد بلاعب أو اتنين يكونوا دايما جاهزين للمنتخب الأول. فأنا شايفها كانت تجربة قوية جدا لهذه المنتخبات. كمان القرار الغريب ان انت وافقت من البداية على المشاركة، فلماذا الاعتذار الان؟ مصر والجزائر من البداية قالوا مش هنشارك. مصر من البداية اساسا لم تشارك في هذه البطولة. الجزائر استضاف النسخة الماضية ولكن قرر عدم المشاركة في النسخة القادمة، ولكن تونس وليبيا كانوا عند ابدوا الموافقة، وبالفعل تم ترشيحهم لنهاية البطولة وان هم تأهلوا بشكل مباشر عن شمال القارة رفقة المنتخب المغربي دون خوض تصفيات مشاركين في النهاية. ولكن النهارده انسحاب جديد في البطولة لتصبح الآن بعدد 17 منتخب. هل الانسحاب ده يكون فيه فائدة زي ما بنقول مصائب قوم عند قوم فوائد المثل المصري، وان يكون في استفادة لمنتخب السودان؟ ايه هي الاستفادة اللي استفادها السودان من انسحاب تونس وليبيا؟ اقول لك ان نظام تصفيات سيكافا منطقة الشرق هيتأهل 4 منتخبات، منهم 3 متأهلين أصلا بشكل مباشر مستضيفي الحدث، ومن خلال التصفيات هيتأهل منتخب واحد فقط. ولكن هناك 3 مباريات في الجولة الأخيرة، يعني بالنظر لمنطقة سيكافا أو شرق وسط القارة. بوروندي هتواجه أوغندا، إثيوبيا هتواجه السودان، وجنوب السودان مع رواندا. هيتضح لنا إن هيكون هناك 3 فائزين في هذه التصفيات متأهلين للمرحلة النهائية، كانوا هياخدوا منهم واحد فقط. الأعلى تحقيقا للنقاط أو فوز أو أهداف، الأعلى في التصنيف هو اللي كان هيشارك في النهايات ويستبعد 2 رغم فوزهم في الأدوار الإقصائية. لكن بعد انسحاب تونس وليبيا، هل الكاف يقرر يكون تأهل مباشر لهذه المنطقة تكسب توصل، وبالتالي سيكافا يكون عندهم 3 متأهلين من التصفيات و3 منظمين؟ ده اللي لسه مفترض الكاف يجاوبنا عليه. كيف سيتعامل مع عدد المقاعد لنهايات البطولة بعد انسحاب تونس وليبيا؟ بالنظر الآن للمنتخبات المشاركة، فمن خلال التصفيات خلاص المنتخب المغربي هو ممثلا وحيدا لشمال القارة. أنا شايفها هتكون تجربة قوية للمنتخب المغربي، الريديف والأولمبي باللاعبين المحليين. مش هتأثر على توقف بطولة الدوري أو البطولة الوطنية في المغرب، هتستفاد بلعيبة إن أنت تعطيها فرصة للمشاركة تكون تحت أعين وليد الرجراجي، إن ممكن تستفاد بيهم في المرحلة اللي جاية. وكمان ممكن تلعب بمنتخب الشباب اللي لسه متأهل لكأس الأمم الأفريقية، وبالتالي هتضيه تجربة إنه يلعب 3 أو 4 مباريات ودية قوية قبل الدخول في كأس الأمم الأفريقية لمنتخبات الشباب 2025. فشابوه للجامعة الملكية المغربية إن هم مصممين او مقررين ان هم يشاركوا في هذه البطوله. طبعا بالنسبه لباقي المباريات من خلال التصفيات، احنا عرفنا ان المغرب متاهل مباشر، عرفنا ال3 المستضيفين متاهلين مباشر. منطقه غرب افريقيا A لان بتنقسم ل A و B. غرب افريقيا A في الفتره اللي جايه من 20 وحتى 27 ديسمبر شهر 12 تقام الجوله الاقصائيه الاخيره، وهنعرف من خلالها المتاهلين بشكل رسمي. ليبيريا هتواجه السنغال، وموريتانيا هتواجه مالي، وغينيا هتواجه غينيا بيساو، والثلاثه اللي يكسبوا بعد الذهاب والاياب يتاهلوا مباشره. نروح لغرب افريقيا بي، وهنا توجو هتواجه النيجر، ساحل العاج هتواجه بوركينا فاسو، وغانا هتواجه نيجيريا. الثلاثه اللي يكسبوا تقول لهم مبروك عليكم نهايات البطوله. منطقه وسط القاره فيها 3 مواجهات، غينيا الاستوائيه هتواجه الكونغو، وافريقيا الوسطى مع الكاميرون، وتشاد مع الكونغو الديمقراطيه. بالنسبه لشرق سيكافا وضحت لحضراتكم تفاصيلها. منتخب السودان اللي يخصنا طبعا هيواجه اثيوبيا، الماتشين هيكونوا في ليبيا الارض البديله، وبالتالي ان شاء الله المنتخب السوداني يقدر يقطع تذكره العبور ويفوز على اثيوبيا ويروح يشارك في نهايه البطوله. المنطقه الاخيره منطقه كوسافا جنوب القاره، اسواتيني هتواجه مدغشقر، لسوتا هتواجه انجولا، موزمبيق هتواجه زامبيا، والثلاثه اللي هيقدروا يكسبهم هيروحوا يشاركوا في نهايه البطوله. زي ما قلت لحضراتكم كان مفترض يشارك 19 منتخب، الان انسحب كل من تونس وليبيا،
وتبقى معانا 17 منتخب. هل بقى المقعدين دول يستفاد بهم وسط او شرق القاره سيكافا، ويكون في افضليه لنتائج المباريات اللي وضحتها في البدايه بجنوب السودان رواندا واثيوبيا السودان وبوروندي اوغندا؟ ده اللي مفترض الكاف يجاوبنا عليه. لكن اللي عرفناه حاليا ان هناك انسحاب جديد، تونس تنضم إلى ليبيا ثم إلى الجزائر ومصر من شمال القارة، ويقررون عدم المشاركة في بطولة الشان القادمة، والمغرب ممثلا وحيدا لشمال القارة في البطولة القادمة، النسخة التي تقام في فبراير من 2025. للعلم المنتخب المغربي معه لقبين في هذه البطولة، يتساوى مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولقب لليبيا وتونس والسنغال كان حامل اللقب في النسخة الماضية النسخة الأخيرة. حظ موفق للجميع، دمتم في أمان الله وحفظه.